تعتقد انه ممكن تتعادل مع منتخب المغرب؟ السؤال الثاني، شو حظوظك بمجموعة أصبحت وكيف حتلاقي الأمور؟ هل هي معقدة أم سهلة بالجولات القادمة؟ Pa mi smo i u najavi rekli da očekujemo teškog protivnika i tešku utakmicu, protivnika koji... أنا أعتقد أنه كنا نحن بصدد خصم بنى علينا الكثير من الضغط وكان متأهبا جيدا، كان متربصا لنا لنرتكب الأخطاء، وكان متأهبا أيضا لكي يستغل نقاط ضعفنا. يعني نحن كنا جاهزين لكل ذلك. ما لربما كان ناقصا كانت بعض التمريرات. الأفضل من ذلك أن نكون متأهبين بطريقة أفضل. فيما يتعلق بالكرات العرضية كان يتعين علينا أن نهاجم بطريقة أفضل. نحن كنا نعرف أن هذه المباراة ستكون مباراة صعبة، وأن الخصم المغربي سيكون خصما لا يستهان به، بالتالي سيتعين علينا أن نمضي قدما بناء على كل ذلك. السلام عليكم. مع موقع ماتش بريس. مدرب، اليوم شفنا المنتخب الكرواتي كان دائما تقريبا نفس طريقة اللعب اللي أثناء توصلكم بالكرة كنشوفوا على ان المنتخب الكرواتي كيهاجم بالجميع وكيرجع عاوتاني بالدفاع. نفس الشيء كان عند المنتخب المغربي. واش هذا ما صعبش المأمورية ديال المنتخب الكرواتي، وخاصة على ان وسط الميدان كان شرس بين المنتخبين؟ أنت محق في تقييمك عندما تقول أنه فيما يتعلق بالسيطرة على الكرة وفيما يتعلق بالاستحواذ على الكرة، ولكن الخصم طبعا كان سريعا، كان أسرع منا في بعض المواقف، وكانوا خلف لاعبي قلب الدفاع وأيضا اللاعبين على الأجنحة. بالتالي كانت هناك مشكلات في تمرير الكرة كنا نواجهها، وسعينا للمهاجمة، للمضي إلى الأمام، للتوغل إلى الأمام، ولكن طبعا كنا نخشى الهجمات المرتدة وكنا نسعى لعدم ارتكاب الأخطاء. ويتعين علي أن أعترف بأنه كان ينقصنا الشجاعة، كنا أحيانا نواجه صعوبات في اتخاذ القرار. كان طبعا المناخ، كان الطقس ليس بصالحنا، ولكن على أي حال كرواتيا